عالسلامة، شحال تكونوا بكلكم ألف صحة وبخير. ورجعتكم كالعادة فيديو جديد، والفيديو متاعنا بالنسبة اليوم باش يكون مرمز بالهرقمة، حاجة بنينة طعم 66 كيف. حتى في الصيف تنجموا تعملوها وتجيكم بنة على بنة. أول حاجة عملتها خديت طروف الهرقمة اللي عندي بالطبيعة. بالنسبة للهرقمة مشوطة أمورها واضحة، خديتها كيكة من عند الجزار، صبيت لها ماء سخون يغلي، دوما باش نعملها غلوة كيكة صغيرة، ومن بعد باش نكب الماء ذاك. ساي كبيت الماء ذاك، تو باش نعاود نصب لها ماء آخر سخون وإلا ماء بارد عادي من السبالة كيما تحبوا نتوما. اما بالنسبه لي حطيت ماء سخون بالعاني باش نسرع في الوقت. تو الهرقمه ديكا حطيت لها دوب شويه ثوم مرحي، وباش نسكر عليها الكوكوط حكيت نص ساعه ملي تطلع الفلسه، ومن بعد نرجع لها. الهرقمه نتاعي قاعده تطيب على روحها، وتوا على جنب خديت طنجره اخرى. بالنسبه لي للامانه خديت كوكوط على خاطر باش المرمز نتاعنا معناه باش نعملوه بالحمص والبصل. دونك هيك علاش استعملت كوكوط. في الطنجره حطيت كميه باهيه نتاع زيت، بصله متوسطه قسيتها هكاكا، معناها عشوائيا. البصل نقصوه وباش نحط مع البصل ثوم. بالنسبه للمرمز راهو يحب الثوم، المرمز اللي بالهرقمه، سينو مرمز بالعلوش خدوا بالكم ما تحطولوش الثوم، راهو يختلف تماما. البصله نتاعي باش نقليها بالباهي هي والثوم هذاك، وطا باش نحط كميه طماطم معجونه، حطيت مغرفتين كبار طماطم معجونه، وباش نخلي الطماطم نتاعي تتقلى بالباهي حتى لين يتاحى منها مطعم القروسيه. بعد ما تاكدت لي الطماطم نتاعي سايي تقليت بالباهي في عقلها، تو نقري كان باش نحط التابل. سينو بالنسبه ليكم نتوما كان عندكم الثوم فريش كرسوه مع التابل يبدا ابن. بالنسبه لي خاطر عندي ثوم كونجولي، حطيت الثوم هذاك حاضره كما بيتش معناه نقشر ونرحي معناه بالوقت. حطيت التابل، تو باش نكمل نفوح بقيت لفحات باش نحط ملح كركم. بالطبيعه بالنسبه للملح حسب الرغبه، سينو حطيت مغرفه صغيره كركم، مغرفه شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، وحطيت زاده مغرفه صغيره هريسه عربي، وفلفل احمر زاده مغرفه صغيره ولا مغرفتين صغار. كالعاده الحاجات هذوما ديما نقول نتوما والرغبه نتاعكم، كان تحبوا الحاجه حاره برشا وكحطوا برشا، كان تحبوها مش حاره تكتفيوا بمغرفه صغيره تجيكم الحروريه معناها معدله. بما اني حطيت الفلفل الاحمر، تو ديريكت باش نمرق بالكميه الكافيه نتاع الماء. مرقت ماء سخون يغلي كالعاده باش ما نعملوش هكا كيما شوكولاته الطنجره نتاعنا، وباش نحط كميه الحمص. بالنسبه للحمص مقدار نتاع صحفه متوسطه كيكه حمص، وعينكم ميزانكم، ما تحطوش معناها كميه الحمص تبدا معناها اكثر برشا من الهرقمه ولا حاجه. كما تشوف هذيك صحفه الحمص حطيتها في المرحله دي. وبالنسبه للحمص راهو اللي عندي منفخ في الماء معناها قبل بليله، ماهوش طايب شطر تياب ولا حاجه، باش نطيبو توا في الكوكوت. وفي الاثناء تعديت زاده نص ساعه على الهرقمه باش نخليها تعمل 10 دقائق هي والحمص، بالشكل الهرقمه متاعنا معناها تكمل التياب متاعها في وسط المرقه باش تجينا بنينه. والهرقمه قبل ما نحطها كيما تشوفوا خديت كالعاده شويه ثوم حطيته في المرحله دي، شويه تابل على خاطر بالنسبه لي اللفاحات اللي عندي معناها نجيبهم من العام للعام، حسيت الريحه نتاعهم معناها بردت على اول ما جبتهم، هيك علاش زدت في كميه الثوم والتابل. وتا كيما تشوفوا ما بقالي كان باش نحط الهرقمه نتاعي. بالنسبه للهرقمه راهي ماهيش طايبه تياب كامل، هيك علاش معناها باش نكمل لها التياب نتاعها مع الحمص. بالنسبه للحمص في الكوكوت ياخذ لي 10 دقائق بالضبط ويكون حاضر، او في الحاجه دي كيما نقولوا احنا خدمت مخي لو طون للحمص معناها باش يطيب في الكوكوت والا باش يعمل غلوه في الكوكوت، او باش نحط معاه الهرقمه منها تكمل التيب. وكما قلت لكم بكري معناها الفيحه نتاع المرقه تتحس لنا في الهرقمه نتاعنا. تو مرقت بالماء نتاع السمطان اللي سمط فيه الهرقمه ديكا باش القوه نتاعها معناها تحصل لنا في المرمس، وباش نسكر عليهم الكوكوت كما قلت لكم 10 دقائق بالضبط ونرجع لهم. وقبل ما نسكر على الكوكوت كما تشوفوا عندي شطر كعبه بصل. على فكره بالنسبه المرمز معناها كي طيبته من اللول حطيت بصله صغيرونه، وعندي بصله فضلت لي معناها شطر نتاعها حطيتها في المرحله هذه باش نقولوا مرمز كي نحطوا له الحمص والبصل. وراو المرمز نتاع اللي نعملوه بالهرقمه مش كيما المرمز اللي نعملوه بالعلوش والا بالبقري، يكون معناها انقص شويه بصل على العاده، معناها راس بصل والا راس ونص بصل يكفي، مش كيما يبدا معناها كميه كبيره نتاع بصل. تو سايي الهرقمه الحمص طابو سايي امورهم واضحه. تو بقالي كان باش نحط قرون فلفل شقيتهم في الوسط بالطبيعه وملحتهم هكا دوب شويه، والفلفل نتاعي باش نخليه يعمل غلوه كيكه نتاع درج ونرجع له. وبهكا سايي المرمز نتاعنا حضر، حسيروا ريحته فايحه في الدار الكل بنين، يعمل 66 كيف بالحق قد ما نقولكم بنا وشويه.
وتوا سايي المرمز نتاعنا حضر، واخر حاجه باش نعملها باش نحط رشه باهيه فلفل اكحل. تبنن على الاخر الماكله، رشه الفلفل الاكحل كي تحطوها في الاخر. توا مقاري كان باش نحطو في طبق تقديم، وشوفوا لي كلبنا بالحق من التصويره برك ديجا يشاهي. هذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله نكون فاتكم مره بافاده بسيطه. وتوا مقاري كان باش نقول لكم بسلامه في امان الله، وان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين.